في الغبينة اليوم جينا وليدك جامي الرخوم. انا حبوها تكون في المستوى المطلوب، لكن تو نحن قاعدين تو سيدي بوزيد عندنا مده نتلوجوا على الجوالات. الجوالات ما تجي كان بالفلوس، فهمتني ولا؟ انا حتى رجال الاعمال في سيدي بوزيد اذا كان فما رجال اعمال ضروري ما ثماش برشا رجال اعمال في سيدي بوزيد باش ينجموا يمولوا الجمعيه، فهمتني ولا؟ لكن فما واحد ولا اثنين تو مسكين معناها من بلاصه لبلاصه رجال بيا وجماعه معناها اصحاب، فهمتني؟ معناها ما ثماش مورد معناها اللي يخلي الجمعيه توقف على رجليها وتجيب الجوالات تو معناها فما شكون فماش معناها جمعيات لازم تعطينا جوالات، خدمة جمعيات تعطي معناها بلاش فلوس. الفريق وين ماشي زيت الدهور الملاعب يمشي يبقى يمشي يلعب مع كيب في 24 ساعة يعاود يجي هنا يترينا. اشتغل الملاعبية 3-4 ملاعبية صحتهم لسه معمر الجمعة اللي فاتت ولعبوا 3 أيام يجي تو باش يرجعهم. المشكلة قبل يقولوا المشكلة في عبد القادر. عبد القادر عمل تفويض لسي جلال. سي جلال اجتمع بلجنة الدعم في الاخر يجملوا 1,300,000. يعني هذه باش تفهم الناس ديما حاطه العصا في العجله. ثم امور اخرى خفيه في الجمعيه ما نعرفوش عليها نحن كجمهور. ثم دواليب ناس تحب تشد رئاسه الجمعيه. ما يهموش هو في عبد القادر عافي يحبوا جلال. هذيك هي مشكلتهم انه يحبوا يشدوا جمعيه. شكون الاطراف هذه حسب رايك انت كمتابع؟ لا الاطراف هذه تعرفها وصرح بها عبد القادر رئيس جمعيه يعرفها وجلال يعرفها. 3 ولا 4 من الناس عندهم شكون في تونس يدعم فيهم ومعروف كل شيء معروف. ما نجم نتهم حتى حد. انا رئيس الجمعيه هو اللي يعرف الدواليب اللي سايره في الجمعيه. لو كان شدوها قبل وطلعت سيدي بوزيد والله نقولوا شدوها وادهورت سيدي بوزيد وعيو يعملوا في عمايل ما تسماش. كنا نلعب معاه حزق وشنني واحتراماتي الفرق هذه. لكن تو اللي نلعب مع الترجي والافريقي والنجم يحبوا يشدوها. علاش ما شدوهاش هم قبل وطلعوها للمستوى هذا؟ ما بيقولوا عبد القادر هو سبب الحاجات هذه. اسباب الحاجات هذه. هاو عبد القادر انسحب. هاو جا سي جلال وقعدوا وقالوا تو نتفاهموا ونرجلوا امورنا وكل شيء. ما شفنا حتى شيء. خلينا نركزوا في لقاء الكاس على الاقل. تو شنو الطموح على ضوء التحضيرات الاسماء اللاعبين الانتدابات؟ التحضيرات لسعد معمر قايم بواجبه. لسعد معمر باش يلعب باللي موجود. قال عندي 9 10 12 ملاعبي قال باش يلعب بهم مقابله الكاس. ونحن كجمهور سيدي بوزيد مقابله الكاس صحيح تعنينا. اما عارفين ان احنا النتيجه شنو. الناس عامله 3 و4 ستاجات و4 و5 مقابلات وديه. وناس عامله ستاج واحد ومقابله وديه مع فريق يلعب في القسم الثاني في البطوله الجزائريه. شنو باش تتضرر منه فريق ماشي ب9 ناس؟ لا قدر الله كون يضربوا زوز تو ينسحبوا الملاعبين. عايشك مشكور. في حاجه الرجال اعمال بالحق نتاع سيدي بوزيد وكل من يحب سيدي بوزيد توا الالتفات لها. توا نلتفتوا للكيب نتاعنا. الامور الماديه ما ثماش. علاش ما يتحركوش رجال اعمال سيدي بوزيد حتى ولو يساهموا بمساهمه فهمتني باهيه هكا وسمح الله خلينا ننطلقوا انطلاقه باهيه والنتائج راهي تجي. راهي ما عادش راهي ولادي رانا في ناسيونال. راهي يحب لها فلوس يحب لها ماده يحب لها فلوس كبيره. باش نعملوا كذا وبرشا ملاعبيه زاد ناقصين. ملاعبيه حسب ما احنا بحكم وانا قدماء اللاعبين قاعدين نشوفوا واني ثم نقص. وان شاء الله يا ربي يوفق سي لسعد معمر فهمتني. وان شاء الله رجال الاعمال تلتفت للجمعيه وربي ان شاء الله يكونوا في العون. شكرا يعني. بالله فيما يخص الوضعيه الماليه اللي تعاني منها الجمعيه تاع اولمبيك سيدي بوزيد. أنا بكل صراحة نحمل المسؤولية الكاملة إلى السلطة اللي في سيدي بوزيد. هي تتحمل مسؤولية الوضعية المالية الموجودة في سيدي بوزيد. لولا السيد الوالي يعمل لفتة كريمة للجمعية هذه ويزورها حتى في حصة تدريبية ويشوف الوضعية اللي قاعدة فيها الجمعية. ونزيد معناها نقول كلمة فيما يخص الهيئة. الهيئة مش قاعدة تنشط بالكدا.
قاعده ايش باش نقول معناها مش قايمه بالواجب خلاص فيما يخص الناس اللي قاعده تعطي اللي تمول الجمعيه. فهمتني؟ وين من الرجال نتاع سيدي بوزيد اللي مولوه عمناوي وان هما السنه وين تحبوا ينظروا بالبلاد ويحبوا ينظروا. نحن عندنا حويجه واحده اللي قاعده معناها تسموها في البلاد نورت البلاد هي اولمبيك سيدي بوزيد. سيدي بوزيد في وضعيه يرثى لها يا عباد الله. في سيدي بوزيد تعاني من الفلوس. عنا الرجال وعنا المال وعنا لكن مش نعرف علاش ما يعاونوش البلاد. هذه نقطة استفهام كبيرة في سيدي بوزيد في رجال البلاد. ونزيد نعاود ونكررها ونقول طلب خاص إلى السيد الوالي اتلفت للبلاد إذا تحب تخدم سيدي بوزيد اخدمها في الجمعية متاع الأولمبيك. راهي ناقصة فلوس وإذا ما ثماش فلوس راهي ما ثماش نتائج. وراه نحملوك مسؤولية يا السيد الوالي نحملوك مسؤولية إذا سيدي بوزيد تجرى فيها حاجة راك أنت تحمل مسؤولية الشيء اللي يجرى في أولمبيك سيدي بوزيد. وبارك الله فيك. شكرا عاشت. ولا كذا لا يعني مربي الناس مش واحد من يعطينا في الاستكات مع كاتريات كفوا باش الناس 14 جاي من برا من تونس من سوسه من قفص الناس جاي من كاس سيدي بوزيد 14 هذا شيء يلفظ ما يجيش الناس عندها فلوس تستعمل فلوس شي من باه يعلوا باه وغد. هذه الجمعية دي جهة إقليمية توفين على الرياضة. كان كرة قدم من عجبات نفس الوقت. إذا كان باش تلعب جمعية راه غدا باش من كانت نحبسات فارغة باش تعبر الناس تبع كان في الجمعية. ما عندناش حتى حاجة أخرى ما عندناش معامل نحن باش نعيشوا منها ولا الكرة نفس الكرة. اسمها معناها ثم الناس عندها فلوس مخبيتها تحبش تعرف قالوا لا نعطوش لفلان فلان بلا يصرفها وياكل في حاجات فلان اخرى. تعرف الناس كلهم خاطر باش يجيبوا اللاعبين بالفكتيف هذا راه باش نوصل هذا كارثه باش تصير نسيروا نولوا كي توزر ما كان باش نحضروا الاقسام قدر الله باش نوصل حتى الاقسام باش تكثر برشا نزيدوا بطال الناس مش يقدروا بطال زي الجماعه. ما طلبناش بمعامل نحن طلبنا بحاجات جمهور كريزم مع الجمعيه نحن مش ندفعوش معامل الناس معناها شو البني نتاعهم وصل حتى للحمامات وصلوا نتاع ليش حسدهم اللهم انا حسد ما يعطوا الجميع يعاونوا الجميع علاش الناس ما هذه اهداف كثير باش نعوضوا مع السنه في مصر ثم جولات حاره السنه ان شاء الله ربي يثبت لجبتي ما يقول